السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ تعالوا بينا النهاردة انا هعمل لكم وصفة كده بالجمبري. يا رب تعجبكم يا رب ودعموني في القناة. يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا. زي ما انتم شايفين اهو يا حبايبي، انا طبعا غسلته. هبدأ بقى اقشره واوريه لكم. بصوا انا قشرته اهو يا حبايبي وغسلته كويس بالليمون والخل، والقشر برضو ما رميتوش، وفي لسه ما قشرتوش. ده ممكن تعملوه القشر دوت ما يترماش، تحطوه في شوربة السي فود مع الجمبري برضو، دي ينفع يعني. هيبقى عندنا بقى طاسة فيها مادة دهنية، بصلاية مفرومة، يا دوبك بس ايه تتنمل كده. نبدأ بقى نحط عليها ثوم وفلفل او دقة لو عندك، والتوابل بقى الملح والكمون والفلفل الاسمر. وهنضيف بقى الكمون وورقة اللورا وملح طبعا. هيبدأ بقى معايا طماطمية كده متقطعة صغير كده، وفلفل اهو، نبدأ نضيفهم برضو. اي اضافة بقى عندك ممكن تضيفوا بقى، يعني في ناس بتحط مايونيز او كاتشب، انا بحبه كده اهو. ونبدأ بقى ننزل بالجمبري. اهو يا حبايبي انا حطيت له بق ميه بالظبط. لو مش عايزه تحطي ما تحطيش، هي كده كده الطماطم والبصل وكده بيفرز برضو ميه. انا حطيت بق ميه وهغطيه بقى واوطي له النار مفيش دقايق ويبقى كده استوى.